سنشوك دهن أرز بالبيض مفروك واللحم المفروم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لباس عليكم. مرحبا ومرحبا بكم من جديد في مطبخ نبيلة. إذا ما زال ما شاركتوش في القناة تفضلوا دابا شاركوا. اليوم غادي نعرفكم على سنشوك دهن اللي هو طبق ديال الأرز بالبيض مفروك واللحم المفروم. أولاً دهن كتعني في اليابان طبق كي يتقدم في زلافة شوية غارقة. هو أكل سريع وبسيط بحال وانبلاط لانش كي يتحط فوق الرز أي نوع من المكونات اللي كيتلو معاه. اليابانيين كيعشقوا هذا النوع وحتى كأي مطاعم خاصة بالدهن. الأنواع ديال دهن بزرس معروف عالمياً غيو دهن اللحم بالبصل وكاي أو يودو دهن دجاج وبيض كتسو دهن دهن بالكوتليت وتين دهن بالقلي. اليوم جبت لكم سنشوك دهن اللي غالباً كيتوجد في الديور أكثر من المطاعم. الاسم دياله جاي من 3 ألوان أصفر أخضر وبني. المقادير 2 أشخاص ماء 50 جراما دجاج مفروم أو ديك رومي، 1 معلقة صغيرة زنجبيل محكوك، 2.5 معلقة كبار صويا، 3 معالق كبار سكر، 3 بيضات، 1 معلقة كبيرة سكر كرشة ملح، نص معلقة كبيرة ميرين ممكن ما تديروش أو تعوضوه بالعسل، 10 ديال اللوبيات الخضرين كيلو ساية، 400 جراما رز طيب. طريقة التحضير: في طنجرة نحطو الدجاج المفروم مع الزنجبيل والسكر والصويا. قبل ما نحطوه على النار نخلطوه مزيان حتى يذوب السكر. نحطوه على النار هادئة ونبقوا نحركه باش ما يتكتش. ما ينشف الماء ويولي حبيبات نطفيه ونحطوه في طبق. في طنجرة أخرى نخلط البيض مع السكر والملح والميرين بلا ما نرغيوه. ملي يذوب السكر نطيبوه على النار هادئة ونحركه باستمرار حتى يولي مفروك. اللوبيات الخضرين غليوهم في ماء وملح شوية غير حتى ياخذوا لون أخضر زوين. نخرجوهم في الماء البارد ونقطعوهم شرائح. فزلافة ديال دهن نحطو الرزة ومن فوق نفرشو اللحم البيض والخضر بالألوان. الرز كيفش نطيبوه عندي فيديو آخر في اللينك في الوصف. ممكن تستعملوا أي لحم مفروم آخر بحال الديك الرومي أو البقري. الزنجبيل كي يعطي نكهة زوينة بصح ممكن تستغنوا عليه. البيض كان يديروه حلو بصح ممكن تديروه مالح على حساب الذوق. الخضر ممكن تبدلوها بالجلبانة ولا سبانخ مسلوقة. في اليابان الصويا اللي سهل تلقوا برا هو كيكومان كيبيعوا في السوبر مارشي الكبار أو الحوانت الأسيوية. جربوه. جاي بزرف ديال دهن الآخرين وغادي نعرفكم عليهم في فيديوهات جاية. ما تنسوا تشاركوا في القناة وتخليوا لايك وشير.